لا بد للمؤمن أن يسأل نفسه ما هو سبب التعلق بأمير المؤمنين؟ ما هو السر الذي يدفع المؤمن لكي يعتقد ويدافع عن أمير المؤمنين عليه السلام؟ وهذا الجواب المترتب على هذا السؤال لابد نرجع به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول من دفع الناس وحث الناس على حبهم لعلي بن أبي طالب. هاي لابد نلتفت لها إخواني آبائي. الآن عندما تلام أو عندما يشكك في ولائك لعلي بن أبي طالب، لابد الجواب شو يكون؟ أنا أؤمن بعلي، أنا أحب علي، أنا أعتقد بعلي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي دفعني لحبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي ألزمني أن أعتقد بعلي بن أبي طالب. وراح نقرأ بعض الروايات كم تشدد على حب الإمام، وكم يشدد الله عز وجل على من يتبرأ أو يعادي أو لا يحب أو يبغض علي بن أبي طالب، كم له من العقاب الكبير عند الله. هذا شو نسميه؟ تأصيل العقيدة، تأصيل الاعتقاد بعلي بن أبي طالب. الولاء بعلي بن أبي طالب عليه السلام جاءنا من النبي بأمر من الله عز وجل، وهذا ليس بخفي عنكم. آية الختام، آية اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا.